السلام عليكم، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله هنعمل عظمة. العظمة هي ايه؟ هنعمل 5 ترغيفة حجم كبير من الحواوشي بربع كيلو لحمة مفرومة، بس ربع كيلو لحمة هنعمل منه ال5 ترغيفة اللي انتوا شايفينهم دول. شايفين قطعة لحمة صغيرة ربع كيلو او اقل؟ هنعمل منه ال5 ترغيفة، هنوفر وهندبر مع بعض. بس لو اول مرة بتشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كل، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو دوت. ويلا بينا نشوفوا عملت ال5 ترغيفة الجامدين دول عملتهم ازاي بربع كيلو لحمة. اول حاجة معايا في المقادير ربع كيلو لحمة مفرومة، تكون بقى موجودة عندك او تشتريها، او لو متبقية عندك ربع او اقل هنضيف عليه 3 بصلات يكونوا حجم وسط مبشورين. ومعايا دلوقتي حزمة من البقدونس، عايزة تحطي بقدونس وكزبرة مفيش اي مشكلة. ودلوقتي حطيت نص فلفل، فلفلاية يعني حمرا، ونص اصفر، وطماطمية تكون متوسطة وتكون ناشفة ما تكونش طرية. دي كل المكونات اللي احنا هنضيفوها على ربع كيلو اللحمة عشان نزوده وعشان كمان يدونا طعم جامد. التوابل انا هحط ملح وفلفل، معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من الملح. مش هكتر توابل خالص. لو عايزين تحطوا بهارات ممكن تحطوا نص معلقة صغيرة بس كده. وهنبتدي ان انا اعجن كل الخليط اللي انا عملته دوا. وعايزة تضيفي فلفل حراق ممكن تضيفي، مفيش اي مشكلة. هبتدي ان انا اعجن فيها كويس جدا، واهم حاجة في المرحلة دي هي العجن. تعجنيها كويس جدا لحد ما تبقى معاكي زي ما انتوا شايفين عجينة، عجينة كده خالص، ما تبقاش لسه اللحمة قطع، تكون لأ معجنة خالص كده وملزقة في الإيد. دلوقتي بقى بابتدي إن أنا أجيب العيش البلدي اللي هو أبو ردة، بتجيبيه بقى من الفرن بيكون مستوي طبعًا، لإن دوّة اللي هو الحواوشي المصري بيعملوه بالعيش مستوي. بتجيبيه بقى من عند المخبز، بتقولي له إن أنتِ عايزاه العيش حواوشي عشان ما يبقاش محمّر أوي، يبقى لونه أبيض كده شوية. عايزة تجيبي حجم صغير، عايزة تجيبي حجم كبير، ده طبعًا حاجة ترجع لِك. أنا جايبة حجم كبير. باجيب بقى كده العيش وبافتحه كده بالمقص، وبابتدي إن أنا آخد كورة من خليط اللحمة اللي إحنا عملناه مع بعض، وأفردها فيه تكون طبقة يعني ما تكونش يعني تخينة أو سميكة، تكون طبقة خفيفة كده. وبيبقى طعمها جامد، وبيبقى اللحمة يعني مش بتكش فيها وبتاخد حيّز كده صغير، لأ، بتبقى اللحمة بعد ما بتستوي بتبقى زي ما هي. فأنتم زي ما أنتم شايفين أنا باعمله كده، بافردها كده بإيديّا فرد كده عشان تبقى طبقة خفيفة، ما تبقاش طبقة تقيلة أوي. عايزين تتقلوا عن كده ما فيش مشكلة، بس يعني أنا حاباها بتبقى كده، بتبقى جميلة وهتعمل معاكِ ال5 ترغيفة ما فيش أي مشكلة فيهم. زي ما أنتم شايفين عملت كله بنفس الطريقة. بعد ما سويته باوريكم إن ال5 ترغيفة أخدوا معايا يعني كل الخليط العيش كله محشي كويس. ما فيش واحد مش محشي كويس والتاني لأ، كله الحمد لله أو ما شاء الله محشي كويس جدًا، وكان في منتهى الجمال. دلوقتي بقى باجيب جريل، أنا هاعمله على الطاسة مش هاعمله في الفرن. عايزة تدخليه الفرن ما فيش أي مشكلة. باجيب بقى جريل أو طاسة، عايزة تعمليها لو تنفع كمان مش في تيفال، يعني ممكن كمان في حاجة ألمونيا بردك تنفع. بتجيبي بقى شوية زيت حطيته في الطاسة، وبعد ما سخنتها ضفت بقى كده الرغيف بتاعي عليها، وبابتدي بالفرشة أدهن بقى بالزيت من فوق ومن تحت. عايزة تدهني زبدة، تدهني زيت، تدهني سمنة، دي حسب راحتك. أنا دهنت زيت. عايزة تحطي خليط من ده ومن ده ما فيش أي مشكلة. أنا دهنته زيت الوش والقعر بتاعه، وابتدي بقى إن أنا أخلّيه لحد ما ياخد وش من تحت، وأروح جاية قلباه. بُصّوا بقى دلوقتي أنا هاقلبه في منتهى الجمال، أخد وش وخد علامات الشوي اللي أنتم شايفينها دي من الجريل. بابتدي إن أنا طول ما أنا واقفة باضغط عليه كده بالسباتشول أو بالمعلقة عشان اللحمة تلزق كده في الرغيف، وما تبقاش عاملة فراغ، يعني اللي هي ممكن تُقع يعني، تلزق فيه وتستوي. وكمان عشان أوصّلها للأرضية بتاعة الطاسة، أو أوصّل اللحمة للأرضية، تمام. زي ما أنتم شايفين دلوقتي باعمل معاكم تاني رغيف، أو تاني واحد يعني من الحواوشي النهارده في
في منتهى الجمال. تقدروا ان انتوا تدخلوه وتدهنوه الزيت وتدخلوه الفرن، بردك هيطلع معاكم جميل. بس ده اسهل حاجة، ولا هيحتاج منك فرن ولا هيحتاج منك ورق ولا اي حاجة خالص. هو على الطاسة من فوق هنعملوه في منتهى الجمال. شايفين لونه ذهبي ومقرمش كده، فظيع، موفر جدا، وينفع كمان لجوع اخر الليل. يعني ما ينفعش، ما مش محطوط اللي هو ايه للغدا بس، لا ده حاجة سهلة جدا تقدروا تدخلوا تعملوه لو للعشاء او جعانين بالليل في الشتاء اللي احنا فيه ده. طعمه تحفة مع شوية طحينة هنعملوهم دلوقتي، ولا اجمل مفيش بعد كده. الصراحة كانت اكلة من الاخر. دلوقتي بقى جبت الطحينة، طحينة سمسم، والطريقة دي للطحينة الصراحة بتبقى تحفة. بجيب بحط عليها معلقة من الملح، اي كمية هتعمليها، بفكها بس بشوية من المية السخنة، تكون مية مغلية، اهم حاجة تكون المية مغلية على كمية الطحينة اللي انا حطيتها. تقدري بس ان انتي تفكيهم، ما تبقاش فكة جامد قوي، يعني ما تبقاش كده زي المية، تفك كده تبقى سمكها خفيف شوية. بابتدي بعد كده اضيف ليها الخل. اول ما بتضيف الخل هي كده بتمسك وبترجع تبقى سميكة قوي وتبقى تقيلة جدا. وكمان كل ما بتقعد وتبرد هي بتجمد اكتر. شايفين هي قد ايه جامدة، وقد ايه هي مسكت في بعض. يعني اما اعتقد الشكل باين كده. انا خلصت كده كل الكمية بتاعت الحواوشي النهاردة، 5 رغيف حواوشي من ربع كيلو لحمة، ولا استخدمنا فرن ولا استخدمنا ورق زبدة ولا ورق فويل ولا أي حاجة. شايفين في منتهى الجمال. اللحمة ما كشتش، الرغيف طالع زي ما هو. أنا هوريهولكم كلهم، ما كشتش وما خدتش كده دوران وفي وسط يعني ما فضتش العيش، لا العيش كله مليان بالخليط بتاع اللحمة. الصراحة في منتهى الجمال، زي ما انتوا شايفين العيش زي ما هو، ولا كشتت ولا حصل لها اي حاجة. بس امشوا على الخطوات اللي انا قلتها لكم، واللحمة تكون نظيفة، ان شاء الله هيطلع في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفينه كده. اتمنى الوصفة تعجبكم، ولو عجبتكم واستفدتوا منها اي حاجة تحطوا لايك للفيديو ده، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل، وتشتركوا في القناة الاول عشان يوصل لكم مني كل اشعارات بالوصفات الجديدة اللي هنزلها. واقول لكم دلوقتي مع السلامة، باي باي.